اليوم ما انطرد لا يمين حسين ولا واحد على مود تحجج بعدين. نفوز بالكاس عالم، نفوز على فرنسا والنرويج. هاي أول مرة منتخبنا يخسر ويا الأردن والجمهور العراقي راضي عن أداء المنتخب، وهاي أول مرة يمكن العراق يخسر ويا الأردن بدون ظلم تحكيمي أو طرد والشعب العراقي ما راضي عنه. احنا ما ندبر خساره، ندبر فوز. لعبه واداء كل الزين، الدفاع كل الزين، الهجوم كل الزين، كلهم اللعبه ما قصروا. اليوم ما انطرد لا يمين حسين ولا واحد على مود تحجج بعدين. لا الحمد لله الحمد لله اليوم ما قدرت، بس اليوم شفت الطب ما طبت. يعني انت اليوم شوطين احنا ندق عليهم، بس طب ما تقبل الطب. واليوم اكو جمهور، بعض الجمهور ما يعرف يلوم ميمي، بس ميمي ترى متعور. ما عندنا مهاجم حقيقي او ما عندنا مهاجم هداف. لا ميمي هداف. ميمي ما جاي يقول. مو اليوم ترى متعور ميمي. المنتخب لعب بشوط الثاني، لعب على الاردن تقول، والاردن اليوم اي شيء ما عنده عدد جزاء، ما حالفنا الحظ. كل الجمهور راضي، ايش عجب. الحمد لله وشكر، لين اداء اليوم زين. ارمين عنده تعليق على مباراة العراق والاردن، شو تريد تقول؟ انه المنتخب العراقي هسه حاليا هو خسر، بس ان شاء الله عود نفوز بالكاس عالم، نفوز على فرنسا والنرويج. فوز على فرنسا والنرويج، سمعتوها منه. ان شاء الله نفوز على فرنسا والنرويج، ان شاء الله ان شاء الله. على الاردن ما فزنا، نفوز على فرنسا والنرويج. عاش لي ذاك ارمين، راي مهم والله يسمع منك ان شاء الله. اي